Hmm? Suffer? I don't understand. What are you saying? Yerhan? Huh? Yerhana? No, video, YouTube. Oh, YouTube. Yes. I make video YouTube. Okay, you can say bye bye. في ناس إيرانيين هم عسلات والله. Iranese girl. Iranians are so beautiful. Thank you. ناس في وسط الشارع هنا وناس كويسين والله وبيتعاملوا معانا كويس يعني. بص هو في مطعم هنا قدامنا، هو مطعم فلافل مكتوب عليه بالعربي، فانا هخش اشوف عنده بكام القصه دي مخبوزات وحلويات اهي، هنشوف برضو اسعارها ايه. بس انا عايز اروح المطعم بتاع الفلافل ونجرب الفلافل بتاعتهم، عشان قابلت ناس ايرانيين يقولوا لي لا ده الفلافل الايرانيه. جبتها منين الفلافل الايرانيه دي يا عم؟ ده الفلافل طول عمرها مصريه ومصنفه عالميا يعني. فانا هخش المحل دلوقتي واشوفه بكام. هخش اشوف هنا واسال فلافل وايه تاني، والله ما اعرف وش عندهم. الفلافل هنا موجوده اهي، مش عارف كام، شكلها مفيش حاجه. سمبوسه يبيعوا، خلينا اسال كام. نخش نطلب لسه دلوقتي، مستنيين دورنا ونخش نطلب دلوقتي. الناس كلها قاعدين في علبه وكلهم بياكلوا، حاسسك ان الدنيا في مصر يعني. استنى نشوفه دلوقتي. وان فلافل توتال 20 هاو ماتش 10 85 مش عارف انا 85,000 يعني، هي اقل من $1 يعني. كانوا بيقولوا لنا الفلافل $1 بس هي اقل من $1. فلافل چی دیگه؟ نگفتی. ما دو تا نداشتی؟ 10 تا کم کشیدم. اشکال نداره. 15 والله يعني مش 15 يعني 150,000 الباقي تقريبا. يعني هنقعد هنا نستنى وعشان ناكل. بص السوق هناكل، حاسس نفسي شارع الرزق في الخضار. استنى الفلافل دلوقتي عادي. شوف الدنيا دلوقتي اكشن المكان صغير اصلا. واحنا دلوقتي هناكل وانا مش فاهم حاجه، هو قال لي كده وراني الرقم وانا قلت له ماشي يلا خد. افتكرت البتاع ده اسمه الحرنكش، مش حلو قوي على فكره، في كتير منهم بايظ مش حلو. اللي في مصر احلى والله، وده غالي اصلا، مش عارف مصر غالي برضه يعني، بس ما يستاهلش. بس انا عشان من الزمن ما اكلتوش وقلت اجربه. استنى الفلافل دي جانا سندوتش الفلافل. دول فلافل بقى في ارمينيا، يا رب تكون زي بتاعت مصر يعني. انا ما اكرهش والله. سندوتش كبير على فكره يعني. كنت عملت سندوتش اللي صورت السندوتش اللي انا اكلته امبارح كان اكبر من ده، كان بس التاني ب 300 تومان، ده ب 85 بس. فلافل محشيه مش عارف افرجها، فلافل طماطم بخيار مخلل زي بتاعتنا وخس. هنشوف دلوقتي بسم الله. خلينا نتعامل في العيش الفينو، خلينا بسم الله ناكل. والله هي الفلافل عندي الزمن ما اكلتش فلافل والله. بس دي الفلافل السوريه مثلا او الاردنيه، مش بتاعت مصر. دي من معموله من الحمص مش الفول يعني. بس هي الفلافل والله، طعم الفلافل. ده سندوتش فلافل مصري اصيل، هو ده بنفس الخلطه بنفس التركيبه، هو ده السندوتش. تحيا يا راجل على الحوار ده والله، انا فرحان بسبب الحوار ده. هنا في كاتشب ومش عارف ايه، انا هجرب احط عليه اي حاجه. كادو الكاتشب مش حلو مع الفلافل لوحدها حلو. في واحد كمان احط عليه مش عارف ايه، ده عدوه برضه. ممكن صوص ماسترد ده، وقعت نص الطماطم على الارض.
ملوش طعم والله. بس الفلافل مع الطماطم والخيار المخلل توب التوب، تستاهل. لو 200 تومن كنت بعتها، بس طلع رخيصة يعني 85 بس. صراحة سندوتش فلافل 10/10. هو مش غالي ويستاهل الفلوس اللي اتدفع فيه، وفكرتنا بروائح مصر يعني، روائح مصر الجميلة. سندوتش كبير صراحة يشبع يعني. فدلوقتي هنروح نشوف الحلو الحلويات الشرقية بتاعتهم بكام، وبلح الشام بالذات عشان انا هجيب بلح الشام لان انا عايز بلح الشام. كلته في ارمينيا بس مش مسكر يعني، هو من بره تحسه مسكر بس هو من جوه ولا مسكر ولا بطيخ، عجينه بس. فان شاء الله يكون هنا حلو يعني، لان احنا في الشرق الاوسط دلوقتي بقى. بتاع الحلويات قدامنا اهو، اسمه نان تجريش، على اسم المكان تجريش يعني. طبعا كل الكلام مكتوب في الفرسه، مش فاهم حاجه. انا هروح اشاور عليه واقول هروح اشاور عليه واقول بكام يعني. في مشبك هنا بس انا ما اعرفش بكام. بلح الشام برضو بس انا ما اعرفش بكام. ها this one زوربيا. زوربيا. this زوربيا بامية. بلح الشام عربي. بلح الشام ايه نونس. نونس سياحة. سياحة لسه أول يوم هنا. وان داي. في حاجة في النور مش عارف بايظة على الفيديو، الناس تعرف علينا والله كويسين. في مشكلة في النور. سلام. one how much استنى اقول لي كام. انا مش عارف بكام بلح الشام. الله ما يضحكوا علينا. اقول لي 100 تومان هو كمان، بس هو يستاهل وطلع حلو يعني. 90 اوكي 90 والله. النور هيبوظ لي التليفون. طلع ب 90,000 يعني تقريبا $9 يعني، بس تقيل والله وشكله حلو ومسكر يعني. انا ادوق دلوقتي بسم الله. هو بتاعنا بتاع مصر يا جماعه، هو والله. لا الاكل هنا هياخد توب 1 كده بالنسبه لي. انا في ارمينيا مفيش اكل. في ارمينيا الموضوع صعب جامد يعني، مفيش اكل في ارمينيا. لكن هنا الاكل ياخد توب 1. فلافل وبعد كده بلح الشام. I don't understand what are you saying. Yerhanan? Huh? Yerhanan? No, video, YouTube. Oh, YouTube? Yes. I make video YouTube. Okay, you can see very well. في ناس إيرانيين هم عسلات والله. Iranese girl. Iranese girl so beautiful. Thank you. ناس في وسط الشارع هنا، وناس كويسين والله وبيتعاملوا معانا كويس يعني. وبلح الشام جميل صراحة، بلح الشام جميل والناس أجمل. واحنا في وسط السوق والدنيا يعني غريبة وعجيبة، بس عاجبني بلح الشام. انا هاكل بلح الشام وبعد كده ارجع لكم تاني صراحة. احسن استكشاف هتعمله صراحة لما كان تنزل السوق بقى مع نفسك وتتكل على الله كده وتشوف الدنيا يعني. ده سوق شعبي طبعا. انا متهيألي لو لفيت الدنيا لوحدي كده عمري ما كنت اقول له حد قال لي على المكان ده يعني. فكروا مكان تاني ومكان سياحي وكده، وطلع فعلا مكان سياحي يعني، مكان لذيذ يعني. فانا نشوف الدنيا هنا. والله الناس لذيذة. الناس هنا قالت لي هات قناتك واعمل لك اشتراك وكده وتتابع فيديوهات، والدنيا اكشن. السياحة طلعت حلوة. خلاص يعني. اكلت البلح الشام لسه معايا صراحة جميل. هو اغلى من سندوتش الفلافل بس جميل. هنا في زحمة بطريقة غير طبيعية النهارده، يمكن عشان الجمعة في دور مشوي هنا، وفي اكلة معينة انا مش عايز اجربها دلوقتي عشان ما اقعدش اكل كل ده. دور المشوي هنا شكله مشهور وشكله رخيص والله. ومش عارف ده جامع ولا ايه. جامع والله. في بقى عليه، في ناس كتير وفي حريم واقفه بيصلوا دول ولا بيعملوا انا مش عارف. بس المكان ده اسمه ميدان تجريش. المهم الدنيا دلوقتي ليل وانا خايف اتوه صراحه. ده المكان اخر يعني. انا اصلا هرجع تاني بالمترو وارجع في المنطقه عندنا تاني. انا كده ما زرتش ولا اماكن سياحيه ولا رحت اي مكان هنا. ورانا الجامعه شايف في زحمه. انا ما اعرفش الناس دي جايه تصلي ولا جايه تعمل ايه والله العظيم ما عارف. مش عارف. هي فعلا جوله غريبه زي ما قلت. هي جوله غريبه لان انا اصلا ما اعرفش انا رايح فين، وطالع ماشي على باب الله. وهذه الجامع قدامنا اهو. في ناس كتير واقفين هنا تقريبا مصلى الحريم. شكله الناس دخلت تصلي ولا ايه انا مش عارف. وهنا في قعده جميله ولذيذه. وده السوق. الشارع ده دخلنا السوق كده،
وفي كل حاجه هنا بقى، السوق فيه كل حاجه حرفيا. فانا مش عايز اتوه، وعايزين نروح اماكن تانية مع بعض ونشوف الدنيا. اظن كفايه كده على ايه جوله الشارع الغريبه اللي انا ماشي فيها دي، عشان ايه الواحد ما يتوهش. كلنا وشربنا وحلينا، نروح بقى. مش عايز اروح والله، بس انا مش عارف هروح فين تاني لان انا معيش انترنت. انت عارف لو معايا انترنت كان زمان اتحركت في كل حته، بس انا محبوس هنا في المكان اللي انا فيه ده، او المكان ده اللي انا عرفته يعني. ممكن اركب بيته واروح في اي حته، بس لو تهت اروح ازاي انا مش عارف. الله التسهيل بقى. انا في مصر شايف الناس بتنادي ازاي يا درع، بينادوا اهو. لعب دورة تاني، مش عارف ما عندهمش بطاطا ولا ايه، ده اللي ناقصهم صراحه. بس هنا لا، كل الاكل موجود، الاكل العربي المصري موجود، الناس كلها قاعده تاكل ذره هنا. شكله رخيص بس انا مش عارف يعني، ماليش نفسي اكل صراحه، بس ممكن ندوقه دلوقتي. الميدان ده شكله ميدان كبير جدا جدا جدا، في كل حاجه. اكتر حاجه عجباني في الموضوع ان بلح الشام طلع زي بتاعنا، اقسم بالله انا فرحان بالحوار ده. والفلافل فوق ما تتخيلوا يعني. في محل بيتزا هناك اهو اسمه بابا بيتزا، بابا بيتزا. بازراق تريم، مركز طلاء وجواهر ايران، مركز جواهر، ده اللي فهمه. هادي ميدان تجريش. الموتوسيكلات هنا اكتر من التكاتك عندنا في مصر، في كل حته والله العظيم. كنت عايز اجر موتوسيكل بس قالوا لي الدنيا تبقى زحمه ومش هتعرف تتعامل فين. هروح اسال على بتاع التراب كام. الناس كتير بتذاكروا صراحه، فانا قلت يعني ممكن نجرب يعني، نجرب معاهم بقى نشوف التراب كام. الدنيا لذيذه والشعب لذيذ والدنيا كلها بتفرح والناس بتهزر، ويعني مفيش الجو اللي الواحد بيسمع عنه في الاعلان ده اقسم بالله. مش عارف ده بيشوي الذره ده ولا بيه. خلينا نشوف الراجل اللي تحت ده بكام. بيحطوا عليه عسل ده ولا ايه ده، ولا ملح ولا ايه ده؟ يا بلاش يا بلاش، خلينا نروح عند الراجل ابو بلاش ده. سلام برو. 1 هاو ماتش؟ 1 سی 50 70 نو 1 هاو ماتش؟ 1 70 فول بوله دیگه كام يعني؟ والله ما عارف. هاو كام يا عم؟ انا مش طلع له 10، طلع له 10 بكام يعني؟ هاو ماتش؟ طلع له 100,000. مونده چه؟ 10 دقیقه نمیشه بود. نو كام يا عم؟ هاو كام؟ هاو ماتش؟ حالا كده 10 تومان تقريبا. هاو ماتش يا برو؟ مش عارف، انا قال لي 50,000، مش عارف هي كام. 50,000 مش عارف، حاسس الدنيا غاليه وهم شايفيني ازاي، انا مش عارف اتعامل ولا ايه، والله ما عارف. مش عارف، بيقول التلاتة بكام ومش التلاتة بكام، انا مش عارف حاجه. بس عطيته 50,000 المفروض يعني، 50,000 ولا 500,000 والله العظيم معاك، تقريبا نص دولار يعني. حاسسها غاليه شويه بس يعني نشوف الدنيا بقى. جيب 100 يا عم الحاج، خلصنا. الصراحه سالت الناس اللي واقفه عشان تاكيد يعني بكام البتاع، قال لي ب 50,000. هو كده الراجل ما ضحكش عليا ولا حاجه، انا كنت مفكره ممكن يغفلني عشان اسايح. اتفرج على فيديوهات بقى الناس اللي بتنزل مصر ما تعرفش تتكلم وبينزل على العربيات وكده. اوكي ثانك يو، تشكر. خرزوا في الميه بعد ما طلعوا من النار، ادي كوز الذره. عارف الناس اللي بتنزل البلوجات بقى، البلوجر اللي بينزلوا مصر السياحه وبينزلوا على العربيات وكده وبيشوفوا الدنيا وفاهم، وفي ناس كتير بتضحك عليهم وفي ناس كتير بتظبط معاهم. فانا خايف اكون من الناس دي هنا في ايران، بس ان شاء الله لا. جبت الذره اهوت ب 50,000، فهندوق دلوقتي ونشوف الدنيا يعني. انا مش عارف، الشرطه ورانا ايه، مش شرطه، مش عارف، فرد شرطه مكتوب عليه بليس، فبسم الله. ذره مشوي مملح شويه بس كويس يعني. في حاجه غريبه، ثواني بس، عايز في حاجه غريبه.
عايز اصورها عايز اكلها بس مش هاكلها دلوقتي بقى عشان هي خلاص كده يعني. ده انا مش عارف الراجل ده بيبيع ايه. طب ده بنجر ماشي يعني شكله بقى والله شكله ما بنجر حد. ده فول اللي هناك ده فول يا جماعه وريحته زي ريحه الكبده بالظبط زي عربات الكبده عندنا. فانا مش عارف ايه ده بس هجربه في مره ثانيه يعني انا مش عارف بس هو تحس ان هو يستاهل صراحه. لكن الذره كويس والله الواحد ما كانش ذره من زمن الزمن يعني. تقريبا في مصر بس تاكل ذره مشوي. هنا موجود ذره مشوي. هنا من ناحيه الاكل مبدئيا كده كاول يوم 10 على 10. انا موقفنا على الحياه دي كلها ان انا معيش نت رفاعي نت كنت لفيت البلد كلها اولا عن غربها بس معيش نت. ان شاء الله بكره اشتري خط لان النهارده الجمعه فما فيش كل حاجه قافله. حتى رحت في المترو كان في بيبيعوا خطوط هل الايرانيين بس ما بيعش الاجانب يعني ما اعرفش ليه. على جنبنا محل عسل اهو كل حاجه بالسوق موجوده. لذيذ والله لذيذ يا جماعه. تهيألي كده كفايه على الجوله الغريبه في شوارع ارمينيا ونشوفوا فيديوهات جديده وفلوجات جديده ان شاء الله تعجبكم يعني الدنيا والاكشن. الناس هنا ودودين وبيحبوا يظهروا في الفيديو وبيحبوا يطلعوا معايا في الفيديوهات يعني. في حلويات كتير هنا وكنافه بالقشطه والله حاجات كتير يعني صراحه. احنا في مصر مش في ايران. الصراحه السوق ده في حاجات كتير تستحق انها تتصور يعني. شايف الخمسات بقى اهي العين الزرقاء اهي الخمسات بتاعتنا دي بتاعت مصر. دول الشرق الاوسطيه يا جماعه كلها تقريبا نفس الثقافه وثقافتنا كلنا قريبين من بعض. فانا فرحان ان انا في ايران صراحه. يمكن انا في الشويه الاولى كنت متعصب وبتاع عشان الدنيا والهوستل والسكن والفلوس بس دلوقتي نوعا ما الدنيا بدات كويسه بس هنشوف بقى بس هنشوف بس هنشوف الناس ودودين والله عايزين يظهروا في الكاميرا بس في حاجات كتير عايز ابين هنا في الكاميرات يعني اخوانا هنا الايران من غير فيزا ولو كنت في ارمينيا تيجي من هناك على طول بالمره او بالطياره فالدنيا تبقى معاك سهله يعني. والصراحه البلد مبدئيا يعني في السوق يعني انت دايما تعرف البلد بتاعتها من السوق. فانا رحت السوق في ارمينيا ووريتكم السوق عامل ازاي واحنا دلوقتي في السوق في ايران بوريكم الدنيا عامله ازاي. فده احسن بكتير من ارمينيا يعني. كل دوله بتختلف على الحاجات بتاعتها بس احنا هنا عشان انا دول شرق اوسطيه فانا عاجبني الموضوع يعني وفرحان بالقصه دي. وكل حاجه حرفيا موجوده هنا من سواء اكل او شرب توابل خضار فاكهه كل الكلام ده هتلاقيه هنا في ايران يعني. والناس هنا متعاونين وليس منغلقين وبيساعدوا الدنيا جميله يعني. الناس كلها ايه حابه تطلع معايا في الكاميرا فالدنيا لذيذه يعني. وشايفين ان انا اجنبي فاهم يعني ما عندهمش مشكله متقبلين الناس فاهم مفيش اللي هو مشاكل والقصه دي. فهي صراحه البلد جميله نوعا ما يعني. والذره جميله الذره صراحه جميله يعني. بلح الشام 10 على 10 فلافل 10 على 10 الذره 10 على 10. انا لو فتحت في الاكل مش هخلص يعني صراحه. الدنيا هنا لذيذه يعني من حيث الاكل. انا بقى جيت في الناحيه الثانيه من ناحيه المترو. احنا فين؟ احنا في هولندا. سيب بيعملوا البطاطس اللي هي الفرايز دي في قرطاس وبتاع ومع الصوصات والناس كلها واقفين عليها طابور. انا مش جعان والله كنت اجربها بس مره ثانيه اجربها. هنا العصاير بس ما عندهمش عصير قصب فانا بعتب عليهم ليه ما عندهمش عصير قصب بس عندهم عصاير كتير وايس كريمات كتيره ودنيا كتيره. ودي الناحيه الثانيه من السوق هستكشفها دلوقتي. فلافل لبنان حلو. الفلافل ما قلت لك هي الفلافل هنا معموله على الطريقه اللبنانيه السوريه اللي هي بتتعمل بالحمص. ايس كريم هنا بقى مكسرات واللب وكل حاجه. اسعارها نوعا ما كويسه يعني. اللب التمر واللب المحمص 290 الكيلو ما اعرفش يعني بس هو تقريبا حلو. اللب السوبر ده مش سوبر يعني مش زي بتاعنا بس نوعا ما كويس يعني. طلعنا على الشارع كده فينيش كده خلاص السوق انتهى معانا. نرجع بقى على المترو ونرجع نروح المكان اللي احنا عارفينه والدنيا اللي احنا عارفينها. يا رب ان شاء الله نوصل ما نتوهش بس يعني. في حاجه غريبه هنا جدا وحد قال عليها يعني ان انا دلوقتي دخلت مثلا سوبر ماركت عشان اشتري انا مش مستوعب لسه لحد دلوقتي الستات بتسوق يعني بس ماشي.
دخل سوبر ماركت عشان اشتري حاجات من السوبر ماركت، فبديله كاش، ما معيش غير كاش، معيش كارت هنا. فلقيته بيقول لي مش مكفي معانا سوبر ماركت يعني، مش مكفي معايا بقى اشتري حاجه كمان، روح اشتري حاجه كمان. قال لي برضه مش مكفي معانا وبتاع، وكفي حتى اشتري حاجه كمان ولا حاجه عشان يكفي. قلت له ازاي يا عم انت سوبر ماركت وبتاع، انت المفروض يكون معاك فكه يعني وتديني بقى. قال لي يا صاحبي ما حد بيستخدم هنا الفكه، لان الارقام كبيره يعني، اقول لك $100 10 مليون و100 الف ارقام كبيره مرعبه، فمين اللي هيقدر يفك الفلوس دي كلها ويقدم الفلوس دي كلها؟ فدي حد قال لي ان هم حتى بقى بيستخدموا الكروت في كل حته يعني، بقى صعب انك تلاقي حد بيستخدم الكاش، الا بقى لو عربيات على الطريق بتاع كده يعني، فاهم؟